اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من آخر مرة اتقابلنا فيها. ان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو جميل جدا لحاجة حلوة بمناسبة عاشورة. هنعمل طبق العاشورة اللذيذ بتكاته وحركاته وأسراره اللي هتخليه عظمة عظمة عظمة. يلا بينا نشوف العاشورة عملناها ازاي، وازاي بقى قوامها كريمي كده وجميلة جدا وفي منتهى الجمال. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ الصورة تتحدث عن نفسها. يلا نسمي الله ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة انا عندي قمح البليلة، انا جبته من عند العطار. جبت نص كيلو بالظبط قمح بليلة علشان انا هعمل هنا في البيت، وكمان هوزع على جيراني وحبايبي اللي موجودين حواليا. اهم حاجة لما هتجيبي قمح البليلة من عند العطار بتنقيه كويس جدا 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 علشان ما يكونش فيه اي حاجة. لو هيبقى فيه مشكلة في التنقية انت ممكن بتجيبي قمح البليلة من الشركات زي الضحى مثلا، بيبقى جميل جدا ومش بيحتاج كمان ان انت تنقيه. يا دوب بتغسليه كويس ويبقى خلاص جاهز على الاستخدام. هنا احنا بعد ما غسلنا القمح بتاعنا كويس جدا، انا هنقعه في المية في مدة ما تقلش عن 3 ساعات. انا هنا نقعته من بالليل لحد تاني يوم الصبح. بصوا شكل الحباية اختلف ازاي، بس في نفس الوقت الحباية متماسكة ومحافظة على شكلها. بس كده تمام التمام. هحط بقى شوية مية اغليهم على البوتاجاز، واخد بالي ان المية تكون زيادة شوية لان القمح بتاع البليلة بيشرب مية كتيرة جدا. بصوا بعد ما المية غلت انا صفيت بقى القمح بتاع البليلة وهسيبه في المية. يا دوب هيغلي حوالي نص ساعة او ربع ساعة كمان زي ما انت عاوزة. هسيبه بقى يغلي. بس في هنا تركاية مهمة جدا، انا وهو بيغلي بحط حوالي معلقتين 3 كده من السكر. ده بيخلي القمح نفسه وهو بيغلي وبيستوي بيتشرب من مية مسكرة، فبالتالي الحباية نفسها هيبقى طعمها مسكر من جوه وجميل. هتبقى خدت كده تسكيرة حلوة كده، والمعلقتين السكر دول مهمين جدا. هسيبه بقى يغلي على النار زي ما قلت لكم من ربع ساعة لنص ساعة، ممكن لساعة الا ربع كمان. بس في المرحلة دي خلاص أنا بطفي عليه وبقفل بقى الغطا بتاع الحلة وبسيبه خالص. شايفين شكل الحباية ازاي؟ هو كده لسه زي ما بيقولوا ما فشرش ونفش، لكن بصوا أنا بعد ما هسيبه شوية هنبص على المنظر كده. بصوا حباية القمح بقى نفشت كده وفشرت معايا كده تمام التمام، وكمان هلاقيه كمل سواه وبقى عظمة عظمة عظمة. مفيش ولا أحلى من كده. بصوا الجمال. تمام التمام. هنعمل ايه بعد كده؟ هاخد نص الكمية بتاعتي من البليلة او من القمح ده وهضربهم في الخلاط، بس هضربهم مش بنعمهم خالص. تمام. يبقى انا خدت النص وضربت النص التاني. عندي كمان ممكن تضربيه بالهاند بلندر، ممكن كمان في الكبة بتاعتك او الخلاط، مفيش مشكلة خالص. هحط بقى الكمية على بعض، اللي انا ضربته واللي انا سبته زي ما هو سليم هحطهم على بعض تقليبة بسيطة كده. ويلا ننزل باللبن يا ست الكل. نص كيلو قمح البليلة أخد مني بالظبط 2 كيلو من اللبن. لبن أنا جايباه من عند اللبان بخيره، يعني القشطة بتاعته موجودة فيه كل حاجة، كامل الدسم. ممكن تستخدمي كمان اللبن بتاع الشركات، مفيش أي مشكلة، بس ساعتها هتزودي بقى علبة من القشطة كده تديله دسامة وطعم في منتهى الجمال. ادي اول كيلو انا حطيته. وطبعا انت ما بتحطيش الكميه كلها على بعض مره واحده. انا حطيت كيلو وبعدين قلبت، حسيت ان هو محتاج الكيلو التاني. كده تمام تمام. هنا عندي انا حطيت كوبايه من السكر و... وعندي نصيحه ان انت ما تحطيش كميه السكر كلها مره واحده علشان تدوقي الاول وتحكمي. انا هنا حطيت كمان نص كوبايه من السكر بعد الكوبايه دي، يعني انا اخدت كوبايه ونص من السكر.
طيب هنا بقى على جنب كده في طبق تاني لوحده حطيت معلقتين من الكريم شانتيه، وحطيت كمان معلقتين من اللبن النيدو، وكمان هحط 3 معالق من النشا. يبقى معلقتين كريم شانتيه ومعلقتين نيدو و3 معالق من النشا. كل ده هقلبه كده في كوباية من المية، او ممكن كمان تحطي كوباية من اللبن زي ما انت عاوزة. قلبت كل ده بقى في كوباية من المية زي ما انتوا شايفين. هقلبه كويس جدا جدا على اساس ما يكونش في اي تكتلات او اي حاجة كده مش ما دابتش في المية. هستخدم بقى في الوقت ده مضرب السلك، وعلى النار. وانتي بتحطي النشا والحاجات دي كلها دايما ايدك موجودة في الخليط علشان هيتقل دلوقتي، وانتي اللي هتحكمي. بصوا القوام بيختلف في ساعتها طبعا علشان النشا، بس انا ما بطفيش النار على طول، لازم اسوي النشا الاول عشان العاشورة بتاعتي ميبقاش فيها ريحة النشا كده وطعم النشا مش حلو. لا، هسيبها بس دقايق كده على النار علشان النشا بتاعي يستوي، وكده خلاص العاشورة بتاعتي تعتبر جاهزة. فاضل اخر حاجة بس انا بحطها في الاخر، هي الكيسين من الفانيليا. طبعا بحطها في الاخر عشان تفضل واخدة الطعم بتاع الفانيليا وما يروحش. كده خلاص العاشورة بتاعتي تعتبر خلصت. وطبعا زي ما قلتلك السكر والتحلية بتاعته بتبقى على حسب رغبتك. في ناس بتحب السكر خفيف، في ناس بتحب السكر مظبوط، في ناس بتحب السكر زيادة في الحلويات. هنا انا حطيت كوباية ونص من السكر، كان تقريبا السكر بتاعي مظبوط وكويس. عايزة تزودي زي ما انت عاوزة. هبدأ بقى اغرف بقى العاشورة بتاعتي الجميلة دي. بصوا الجمال، وبصوا القوام ازاي كريمي وجميل. هي كده كمان لسه سخنة، لما بتسقع كمان القوام ده بي... بيتقل كمان عن كده، ويبقى في منتهى الجمال. حاجة كده عظمة عظمة عظمة. بصوا تاني القوام كده، بصوا بصوا، حاجة كده جميلة جدا. طبعا أهم حاجة في المناسبة دي احنا بنوزع لجيراننا، وبنوزع كمان لقرايبنا، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. حاجة كده بتبقى جميلة جدا. احنا هنا بنغرف بقى لينا احنا. وبعد ما خلصت ده كمان عملت في الأطباق البلاستيك اللي أنا هوزعها لجيراني. بصوا الجمال. هبدأ أزينها بقى. عندي هنا جوز هند، وعندي كمان زبيب. التزيين برضو يا ست الكل براحتك جدا، عايزة زبيب، عايزة جوز هند، عايزة تحطي مكسرات، براحتك جدا. في ناس بتحط كمان قرفة، فالتزيين اللي انت بتحبيه حطيه، مفيش أي مشكلة خالص. هنا بقى هنحط الزبيب بعد ما حطينا جوز الهند بتاعتنا. وخلصت الشغلانة. في أسهل من كده؟ ولا أسهل ولا أطعم ولا أروع من كده. في منتهى السهولة. هتفرحي جيرانك، وهتفرحي كمان أولادك، وهتفرحي أسرتك. زي ما انتوا شايفين كده خلصنا. هسيبه بقى يبرد خالص ويتاكل وهو بارد، واحطه في التلاجة طبعا يتاكل وهو بارد. يعني جميل جدا. وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم دايما بالفرح والسعادة. ويا رب دايما كلنا وكل الأمة الإسلامية بكل خير وسعادة وفرح. بصوا شكل الوش كمان عامل ازاي الوش كده ماسك نفسه. وعايزة اوريكم كمان القوام بعد كده. هنفتح واحدة كده ونشوف القوام الكريمي بتاعها هيبقى عامل ازاي، والحلاوة بقى ازاي. عايزة اقول لكم ان هو بعد ما برد كمان كان في منتهى الجمال. بصوا
بصوا بقى القوام بتاعها اهي، عظمة عظمة عظمة، في منتهى الجمال. جربيها وبجد هتعجبك جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش اللايك الجميل اللي بيشجعني. أسيبكم في رعاية الله، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.